غالبا كنظنوا ان التغيير الكبير خاصو شي حاجه كبيره، شي حدث قوي ولا شي لحظه اللي كتقلب حياتك في ليله واحده. ولكن مع الوقت اكتشفت واحد الحقيقه اللي هي مختلفه تماما، ان اغلب التغيرات اللي بدلت طريقه التفكير ديالي ما كانوش كبار. اليوم ما غاديش نهضر معاك على النجاح ولا على كيفاش تولي افضل نسخه من راسك. فهاد الحلقه غادي نمشيو في واحد الرحله هادئه داخل العقل، ما فيها لا تشجيع ولا تحفيز خاوي. غنعطيك افكار بسيطه اللي ممكن تبدل النظره ديالك للحياه، لان اغلب التغيرات الكبيره كيف ما قلت لكم كتجي من افكار صغيره اللي كتدخل لعقلك بهدوء وكتبدل كل شيء بشويه بشويه. بعض المرات غير فكره صغيره ولا شي جمله سمعتيها في الوقت المناسب ولا شي تجربه دزتي منها كتكون كافيه باش تشوف الدنيا من واحد الزاويه مختلفه تماما. غادي نشارك معكم افكار اللي بدلت طريقه التفكير ديالي 180 درجه نحو الاحسن. ما غنعطيكش قواعد جاهزه ولا غنقول لك دروس سير حفظها، غنعطيك فقط افكار وتاملات انسانيه اللي ممكن كل واحد فينا يلقى راسو فيها بالطريقه ديالو. اول فكره غنهضروا عليها هي ان الحياه ماشي سباق، وهذه اكبر كذبه تربينا عليها. من صغرنا كيتبرمج لينا العقل على فكره واحده، خاصنا نتسابقوا، خاصك تسبق في القرايه، خاصك يعني تجيب دائما اول نقطه، خاصك تسبق في الخدمه ديالك ديما تكون متميز باش ترقى. حتى ولا النجاح كيبان لينا بحال شي خط نهايه اللي خاصك توصل ليه قبل الاخرين. وديما كنبقاو نقارنوا راسنا، شكون اللي سبق، شكون اللي نجح هو الاول، شكون اللي جاب هو الاول في القسم. وإلا تعطلتي كتحس براسك فاشل. ولكن مع الوقت فهمت واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. انا شخصيا ملي فهمت ان كل واحد عنده التوقيت ديالو، وان الحياه ماشي طريق واحد اللي كيدوزو فيه الناس كاملين بنفس السرعه، كل واحد عنده ظروفه، كل واحد عنده بدايه مختلفه على الاخر، كل واحد عنده قدرات مختلفه، وحتى التعريف ديال النجاح كل واحد فينا عنده تعريف مختلف. النهار اللي فهمت هادشي وحبست نقارن راسي مع الاخرين، حسيت براسي بحال عاد تنفست، بحال عاد تولت من جديد. ما بقيتش كنجري بلا هدف، ما بقيتش كنتسابق غير حيت الناس كيتسابقوا. وتما بديت كنسول راسي واش هاد الطريق مناسبه ليا انا. وغير هاد السؤال بوحدو بدل بزاف ديال القرارات ديالي، وليت كنمشي بالطريقه ديالي، وهذا الشيء بدل بزاف ديال الحوايج في حياتي. الفكره الثانيه، الفشل ماشي نهايه، ولكن الفشل هو طريق. حنا ديما كنخافوا من الفشل لاننا تعلمنا انه واحد الحاجه خايبه، بحال الا انه دليل على انك ما قادرش. ولكن في الواقع الا ما فشلتيش راك غالبا ما كتحاولش اصلا. الناس اللي وصلوا لشي حاجه كبيره ماشي حيت ما فشلوش، ولكن لانهم ما حبسوش من مور ما فشلوا. انا تبدلت حياتي مني وليت كنشوف الفشل بهذه الطريقه هذه، انه ماشي خساره، ولكن هو واحد الفيدباك من الحياه اللي كيقول لك عاود جرب، ولكن ديرها بطريقه اخرى. يعني ما تحبسش داكشي اللي كدير، ولكن جرب طرق اخرى باش توصل للهدف ديالك. الفكره الثالثه، ان العقل ديالك يا اما غيخدم معك او غيخدم ضدك. العقل ديالك ماشي محايد. تخيل معايا العقل ديالك داير بحال واحد الجريده صغيره عندك في الدار، الا تهليتي فيها وزرعتي فيها واحد البذور اللي هي زوينه، طبيعه الحال من بعد غادي ينوضوا لك واحد الوريدات زوينين وما الى ذلك. ولكن ديك الجريده الا ما تهليتيش فيها غينوضوا لك واحد الاعشاب ضاره، غينوضوا لك واحد الاعشاب اللي هي عشوائيه. ونفس الحاجه طبقها على العقل. الا خليتيه بلا مراقبه، ما راقبتيش داكشي اللي كيدخل لك للعقل، غادي يعمر لك بالخوف، الشك والقلق. ولكن الا اختاريتي شنو كيدخل ليه، غتقدر تبدل الواقع ديالك كامل. حياتك ما غتبدلش في نهار، ولكن الا بدلتي الافكار اللي كتسمح انهم يدخلوا لك لعقلك، تما غتبدل النظره ديالك للحياه، ومن النظره غتبدل الحياه ديالك.